اهلا بيكم. النهارده اتطلب مني ان انا اتكلم عن انذار الطاعه والنشوز. ايه حكايه انذار الطاعه؟ انذار الطاعه هو انذار الراجل بيعمله للست في حاله خروجها من البيت ومروحها لبيت اهلها ومش عايزه ترجع تاني لعصمته. الانذار ده بيقول لها فيه ان انتي لازم ترجعي لبيت الزوجيه، والانذار ده طبعا علشان يبقى صادق قدام المحكمه لازم يبقى على عنوان شقه الزوجيه. طيب ايه اللي بيحصل بعد الانذار ده؟ الانذار ده بيروح للزوجه. مفترض ان الزوجه حاجه من اتنين، يا بترجع للبيت لو هي غلطانه وحاسه انها فاقت لنفسها، يا اما بتروح المحكمه خلال 30 يوم تعمل حاجه اسمها اعتراض على انذار الطاعه. طيب اعترضت الزوجة على انذار الطاعة، بتعترض قدام المحكمة. الخطورة هنا على الراجل فين؟ الخطورة هنا على الراجل ان هو احيانا كتير قوي الزوجة بتتضمن في الاعتراض بتاعها طلب وبتقول فيه ان هي في سوء عشرة بينها وبين جوزها وخلافات مستحكمة وعايزة اتطلق للشقاق او لاستحكام النفور، يعني بقى صعب ان احنا نعيش مع بعض. القاضي في الحالة دي ما بيملكش غير ان هو يودي القضية لحكمين اللي بيقرروا فيها بعد ما بيسمعوا الزوجين مين من الزوجين الغلطان، وبناء عليه الزوجة بتتطلق، بس العبرة بالحقوق. لو هي الغلطانة بتتطلق بدون حقوق زي الخلع كده، لو الغلط مشترك بينهم بين بعض بتتطلق بنص حقوق، ولو الغلط على الزوج بتتطلق بكامل حقوقها. عشان كده دايما بنقول للرجالة خد بالك وانت بتعمل انذار الطاعة، علشان انذار الطاعة ممكن ينقلب عليك، ممكن تتطلق، ولو انت الغلطان كمان هتاخد كل حقوقها وهي بتتطلق وبسهولة جدا. طيب نرجع تاني بقى قبل فكرة الطلاق. لو الزوجة قدمت اعتراض والاعتراض ده اترفض، ايه ده؟ هو الاعتراض ده ممكن يترفض؟ طبعا ممكن يترفض، لان الزوجة ممكن تقول اسباب واهية والقاضي يحس ان هي مجرد ان هي بتفتري على جوزها وهي مش عايزة ترجع له ولا حاجة، وانه كلام الزوج هو الاصدق، وبناء عليه بيتم رفض الاعتراض. طيب الاعتراض اترفض او الزوجة ما قدمتش اعتراض من اصله وعدوا 30 يوم، كده خلاص بقت ناشز وتسقط نفقتها؟ لا، الحقيقة انه في الحالة دي لازم الزوج يرفع دعوى نشوز، وبناء على حكم المحكمة بيعلنها انه تم حكم المحكمة بنشوزك، وبناء عليه لا تستحقي نفقة زوجية. هي دي حكاية انذار الطاعة واللي بيتبعه حكم بالنشوز. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.